قررت النيابة العامة بابتدائية قرسيف متابعة صانعة محتوى مثير للجدل معروفة على وسائط التواصل الاجتماعي بمولاة العشعوج في حالة اعتقال، وذلك على خلفية نشرها سلسلة من الفيديوهات الخادشة للحياء على منصة تيك توك. وتم تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لعقد أول جلسة لمحاكمة مولاة العشعوج التي أحالتها في حالة اعتقال عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قرسيف على أنظار النيابة العامة، التي أمرت على ضوء الأبحاث المنجزة في هذه القضية بإيداع المتهمة سجن تازة لمتابعتها بالمنسوب إليها في حالة اعتقال احتياطي. ويأتي هذا القرار القضائي في إطار الجهود المبذولة لمحاربة المحتوى التافه وغير الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهم الإهانة والقدوة السيئة واستغلال الأطفال القصيرين والتشهير، بالإضافة إلى تهمة الإخلال العلني بالحياة.